المتفوقين الشاطرين جدا، وحشتوني طلاب الصف الأول الإعدادي. يلا هنعمل مراجعة دراسات سريعة مش هيخرج إن شاء الله عنها الامتحان، وسهلة جدا. هنبتدي بالخريطة، دي خريطة متوقعة برضو. بصوا لمين معظم المنهج اللي عندنا. لو قلنا رقم واحد، أنا سايبة الإجابة تحت بس انتوا ممكن تداروها. رقم واحد عبارة عن ايه؟ احنا معانا على فكرة طالب من الطلاب من اولى اعدادي وشاطر جدا جدا جدا. لو استمرتوا معايا لاخر الفيديو هنقول لكم اسمه ايه، وبيطلع معانا في فيديوهات قبل كده. يلا ابتدي معايا. مساء الخير. مساء النور. يلا ابتدي معايا كده. رقم واحد عندنا ايه؟ قارة آسيا. بص يا شباب، انتوا داروا الاجابه اللي تحت، انا عاملاها لكم بس عشان لو الوقت اتزنق وما قدرتوش تراجعوا تبصوا على الاجابه. طب رقم اتنين قارة أفريقيا. حلو. رقم تلاتة قارة أمريكا الشمالية. 4 قارة أمريكا الجنوبية. حلو قوي. و5 قارة. أوروبا. 6 قارة. أستراليا. 7 المحيط الهادي. بص هو حافظها بازاي؟ 7 8 9. عارفين. بصوا احنا حافظينها ازاي. 7 بصوا عليه كده يا ولاد، جنبيها 8 المحيط اللي جنبيها، بعد كده المحيط اللي تحت 9. احنا محافظينها ازاي؟ هيدا اطلنطي هندي. قولوا هيدا اطلنطي هندي. قول هيدا اطلنطي هندي. قول هذا أطلنطي هندي. هتحفظوها كده يا ولاد. 7 هادي، 8 اطلنطي، 9 هندي. ماشي. طب 10 10 اللي تحت المحيط ايه؟ المتجمد الجنوبي. حلو. هي مادام تحت تبقى في الجنوب، وتحت خالص هي دي المحيط القطبي او المحيط المتجمد الجنوبي. طب واللي زيها فوق في الشمال؟ المتجمد الشمالي. حلو قوي، المحيط المتجمد الشمالي او القارة القطبية الشمالية. طب رقم 12، انا اديكم كده دقايق تبصوا عليها، ما تبصوش على الاجابة تحت يا ولاد. 12 دي دائرة عرض مدار السرطان. صح كده. طب و13 اللي تحتها هو خط في النص بيفصل الكرة الأرضية. دائرة الاستواء. صح كده. 14 استنى عليهم شوية، فين 14؟ اهي الخط اللي بالعرض ده يا ولاد اللي تحت خط الاستواء. مدار الجدي. حلو قوي، جميل قوي. 15 بقى جبال الهيمالايا. 15 اللي في قارة آسيا جبال الهيمالايا. 16 البحر الأحمر. حلو قوي. 16 اهي يا ولاد، بصوا 16 اهي البحر الأحمر. طيب 17 ثواني هجيبها لكم. فين 17؟ انت شايفها؟ هي جبال الأنديز، المفروض تكون في الحتة دي بس معلش مش باينة شوية يا ولاد. طيب 18 بحر الصين. 18 بحر الصين. طيب خلاص كده خلصنا الصفحة دي. 12. يلا هنبتدي دلوقتي السؤال اللي انتوا بتحسوا ان هو صعب. هو مش صعب على فكرة، اللي هو هنقول المصطلح والتعريف بتاعه. احنا هنلخبط انتوني ونقول له ايه المصطلح وهو هيقول التعريف، او احنا هنقول له التعريف وهو يقول المصطلح. ما تبصش بقى، يلا معانا حاول كده. تجمعات من النجوم مختلفة الاشكال والاحجام والانواع. المجرات. برافو. طب امال النجوم ايه؟ النجوم أجسام كبيرة الحجم. تشع ضوء وحرارة. برافو. طب امال هي الاجسام المعتمة اللي بتستمد الضوء والحرارة من اقرب نجم ليها دي ايه؟ كوكب. برافو عليك. طب امال ايه الاجسام المعتمة اصغر حجما من الكواكب وترتبط بها بفعل الجاذبية؟ الأقمار. شاطر. طب يلا بقى نلخبطه المرة دي. السدوم ايه؟ هي عبارة عن أجسام تشبه السحابة في الفضاء. صح. توجد نتيجة لانفجار النجوم. ده هو كمل على التعريف يا ولاد. هو التعريف على فكرة مكتوب ناقص هنا، مكتوب أجسام غازية تظهر على شكل سحابة من الغبار. هو كمل لكم التعريف. طب أمال يعني إيه النيازج؟ النيازك أجسام مختلفة الأحجام. تحتك بالغلاف الجوي، تخترق جزئيا وتصل إلى سطح الأرض. هو برضو كمل لكم التعريف. هو مكتوب هنا أجسام صلبة مختلفة الحجم. هو كمله كله، فلو عايزين تسمعوا التعريف رجعوا الحتة دي تاني. طب أمال هي الأجسام الصلبة بس صغيرة الحجم؟ الشهب. طب هي ليه في باقي التعريف ليها يا أنتوني؟ الشهب أجسام صلبة صغيرة الحجم،
تحترق يعني تحتكك بالغلاف الجوي، مسببة سهام ضوئية في السماء. حرام كده كتير على فكرة، بس برافو يا أنتوني، شكرا. طب إيه أمال هي مجموعة من الكويكبات الصغيرة تفصل بين الكواكب الخارجية والكواكب الداخلية. حزام الكويكبات. طيب تمام، قشطة، الله ينور عليك، فتح ربنا عليك. أمال يعني إيه مدار؟ مدار هو الطريق الذي يمشي فيه الكواكب. ما مدار، عارفين يا ولاد المدار يعني لما يقولك الكوكب بيلف حوالين الشمس زي الدايرة اللي احنا بنرسمها لرسمة الكواكب حوالين الشمس، الكوكب بيلف، ده اسمه مدار الكوكب. طب يعني ايه أنصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي في القطب الجنوبي؟ خطوط الطول هم 360 خط. شكرا. تمام، احنا هنخلي أنتوني يصحح بعد كده. ايه هي دوائر وهمية أفقية متوازية تحيط بالكرة الأرضية؟ دوائر العرض. تمام تمام. طب يعني محور الأرض ايه هو بقى؟ محور الأرض هو خط يمتد من القطب الشمالي وينتهي عند القطب الجنوبي. حلو قوي. مرا بمركز الأرض ويميل على خط العمودي بزاوية ثابتة مقدارها 23.5. حلو قوي، 23.5. أمال يعني ايه دورة يومية للأرض؟ هي دوران الكوكب حول نفسه مرة كل 24 ساعة من الجنوب إلى الشرق. لا، من الغرب إلى الشرق. طيب حلو قوي. يعني دوران الأرض حول محورها من الغرب للشرق. خلوا بالكم، دورة يومية أو دورة سنوية هي من الغرب للشرق، ماشي يا ولاد، مش هتتغير. دورة سنوية اللي هي دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة من الغرب للشرق. طب يعني السؤال ده بقى، النظرية التي تفسر سبب نشأة اليابس والماء. زحزحة القارات. المحيطات يعني ايه؟ مساحة، انا هقول دي بقى من نفسي يا انتوني، مش كل مرة انت. مساحة كبيرة، بص انا عايزاكم تفرقوا في دي يا ولاد، هو انتوني يعرف محيطات وبحار، الاتنين مساحة من الماء المالح، تمام. محيطات هتبقى مساحة كبيرة، ماشي، لها عمق كبير، لكن البحار مساحة من الماء اليابس بس أصغر من المحيطات، تمام كده؟ في حاجة صعبة فيها؟ لا. طيب أمال يعني إيه بحار خارجية؟ هي البحار التي تتصل بالمحيط بفتحة واسعة. حلو قوي. يعني أمال يعني معنى كده إن البحار الداخلية فتحة ضيقة. صح. تتصل بالمحيط. طب حلو، أنا دي عرفتها لوحدي أهو. بحار مغلقة يعني إيه؟ بحار مغلقة مساحة من الماء المالح يحيط بها اليابس ولا تتصل بالمحيطات. طيب تمام، حلو قوي. يعني معنى كده ان البحيرات المالحة مساحة صغيرة من الماء المالح يحيط بها اليابس، والانهار مجاري مياه عذبة. ما هو بصوا، انهار اول ما نقول انهار هاتوا في بالكم نهر النيل، يبقى دي مساحة من الماء العذب بنشرب منها، تكونت نتيجة سقوط الامطار. امال الجبال يعني ايه؟ أرض مرتفعة أرض مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار يزيد عن 1000 متر. طب حلو. يعني التلال معنى كده انها ارض مرتفعة تشبه الجبال. صح. طيب صح وغلط، احنا هنعملها صح وغلط بقى، هضحك على انتوني شوية. ارض مرتفعة مستوية او شبه مستوية ويزيد ارتفاعها عن 500 متر، دي الهضاب. صح. طيب امال اللي بيقل ارتفاعها عن 500 متر؟ السهول، برافو. امال ايه هي الارض المنخفضة اللي يضيق، او ارض منخفضة ضيقة تجري بها مياه الانهار؟ الأودية. حلوة قوي. لكن ايه هي الزلازل والبراكين اللي بتشكل سطح الارض؟ لسه قايلينها. حركات سريعة. طيب هو الزلازل معناها ان هي هزات سريعة تحدث في اجزاء معينة من القشرة الارضية؟ صح. زلازل، صح. ما هو الزلزال لما بيحصل ان القشرة الارضية بتتحرك تحت فبتهز الارض. طب والبراكين هو خروج المواد المنصهرة والغازات والأبخرة والرماد من باطن الأرض للسطح اللي فوق. صح. علشان كده بنقول حاجة اسمها فوهة ايه؟ بركان. فوهة البركان. الحركات البطينية أو الحركات البطنية، الالتواءات والانكسارات التي تشكل سطح الأرض. صح. يبقى معنى كده كمان ان الجزيرة هي مساحة من اليابس يحيط بها الماء من جميع الاتجاهات. حلو قوي، لان هي جزيرة، حتة ارض موجودة في وسط الماء.
طب تعالوا نشوف كده الأسئلة اللي بعد كده أو الصفحة اللي بعد كده. نيجي بقى لأسئلة بما تفسر يعني ليه؟ هو أنتوني حافظها كده، بما تفسر يعني ليه. بما تفسر يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم من انه جسم معتم. انت مش لسه قايل لي إن الاقمار اجسام معتمه؟ صح. طب ليه ازاي بقى القمر بينور بالليل؟ لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. الله 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 الله، خلاص ليها تفسير علمي عند أنتوني. طب ليه بيسموا مجراتنا بسكة التبانة أو الضرب اللبني؟ لأنها تشبه التبن الساقط على الطريق. والضرب اللبني لأنها تشبه اللبن المسكوب. طب حلو قوي. خلي بالكم يا أولاد، هنا في حاجة عايزة أعرفها لكم. لما بيقول لكم مثلا تسمى مجراتنا بسكة التبانة أو الضرب اللبني، ما تقولوش تفسير واحد. يعني بصوا زي ما أنتوني عمل كده، قال لك بسكة التبانة عشان كذا والضرب اللبني عشان كذا، لازم تقولوا له الاتنين. بما تفسر لا تصطدم الكويكبات مع بعضها. إنها تسير في مدارات محددة تسمى بمدار الكويكبات. طب حلو قوي. امال تسمية الكواكب الداخلية بالكواكب الأرضية ليه؟ لأنها تشبه الأرض في تكوينها. أو ممكن نقولها بطريقة تاني، لأنها مكونة من مواد صخرية متشابهة بالأرض. طيب بما تفسر يعرف الزهرة، كوكب الزهرة بتوأم الأرض. إنها يشبهه في الحجم والكتلة والنسبة. في القطر والحجم والكتلة، برافو. بما تفسر تعرف الأرض بالكوكب المائي. لأنه يوجد بها نسبة 70% من الماء. حلو قوي، لأن الماء يغطي 70% واليابس 29.3 يعني 30. بما تفسري أنتم يسمى المريخ بالكوكب الأحمر. لأن تربته تتكون من أكسيد الحديد الأحمر. الله ينور عليك، ربنا ينجحك يا رب كده تتفوق أكتر وأكتر. بما تفسر يعرف نبتون بالكوكب الأزرق. لأنها يشبه الماسة الزرقاء الطافية في الفضاء. طب بما تفسر يبدو سطح الأرض منبسطا لأن ما نراه جزء صغير. أنا لحقته عشان كان هيجاوب. سطح الأرض منبسطا لأن احنا اللي بنشوفه جزء صغير. طب بما تفسر الأرض الكرة ليست كاملة الاستدارة، يعني ليه مش كاملة مدورة؟ ليه يا أنتوني؟ لأن القطر الاستوائي أكبر من القطر القطبي. طب حلو قوي. بما تفسر تسمية خطوط الطول الرئيسية بخط جرينتش. لأن العلماء قاسوا خطوط الطول من بلدة جرينتش جنوب لندن. حلو قوي، لمروره بقرية جرينتش. طب بما تفسر أهمية خطوط الطول. تساعد على تحديد الوقت والمكان. حلو قوي. بما تفسر اختلاف التوقيت على سطح الأرض. بسبب وقوع الدول على خطوط طول مختلفة. حلو قوي. وهنقول حاجة تاني برضو، بسبب دوران الأرض حول نفسها من الغرب للشرق. لما الأرض بتلف اللي بيجي في الشمس هو اللي بيبقى بالنهار، واللي ما بيبقاش ناحية الشمس بيبقى ضلمة أو بالليل. بما تفسر الزمن واحد في القاهرة والخرطوم. لأنهم يقعوا على خط طول واحد. الله ينور عليك، ربنا يقف معاك يا رب كده دايما. بما تفسر أهمية دوائر العرض. تساعد على أجاوبا تحديد الأماكن وتقسيم الأرض لمناطق حرارية. ماشي، عشان كل ما اقتربنا من خط الاستواء ارتفعت درجة الحرارة، كل ما بعدنا قلت. بما تفسر تعاقب الليل والنهار. بسبب دورة الأرض اليومية حول محورها. بما تفسر تعاقب الفصول الأربعة. بسبب الدورة السنوية حوالين الشمس. حلو قوي. بما تفسر الأشعة العمودية أشد حرارة من الأشعة المائلة. إنها تسقط عمودية على الأرض وعلى جزء صغير منها. حلو، لأن الأشعة العمودية تخترق مساحة أو مسافة قصيرة وتغطي مساحة أصغر. طب بما تفسر حدوث الصيف الشمالي. قلنا بما تفسر حدوث الصيف والشمال أو الصيف الشمالي بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان. طب أما حدوث الصيف الجنوبي بسبب تعامد الشمس على مدار الجدي. أنا بحاول أقولها قبله. طب بص يا ولاد، بما تفسر نشأة القارات بشكلها الحالي. بسبب تصدع قارة بنجاية ولا بتنجانية؟ لا، منجاية. يعني ايه تصدع قارة بنجاية؟ كل القارات قبل ما تتصدع كانت كلها قارة واحدة. القارة دي اتقسمت لقارتين، كان ما بينهم بحر تيسيس، ده كان البحر الوحيد في الخريطة كلها. بعد كده اتقسمت ل7 قارات القارتين دول.
الموضوع كبير صح؟ الموضوع شكله كبير. بما تفسر أهمية التضاريس. ليه التضاريس مهمة، اللي هي الجبال والهضاب والحاجات دي كلها؟ لأنها تؤثر في تنوع المناخ والنباتات والحيوانات. يعني الأماكن اللي برد فيها نباتات وفيها حاجات بتنمو فيها. الأماكن الحر هتلاقي فيها حاجات تاني خالص. فتنوع المناخ أو تنوع التضاريس، والحتة اللي فيها جبال غير الحتة اللي فيها أودية. صح ولا إيه يا أنتوني؟ صح. بما تفسر تصدع القشرة الأرضية وتشققها. انت بسبب بسبب الزلازل. الزلازل. هو كان مهنج مش عارف يجيبها. طب بما تفسر تكون الجبال المخروطية والتلال البركانية والهضاب البركانية والجزر البركانية، كل ده بركانية يبقى بسبب ايه؟ بسبب انفجارات البراكين. عمالين نقول يا ولاد، يعني خليكم كده اذكياء في الاسئله. بقول لكم تلال بركانيه، هضاب بركانيه، جزر بركانيه، نتيجه ظهور ايه؟ البركان. طيب بما تفسر تكون القارات والسلاسل الجبليه. بما تفسر تكون القارات والسلاسل الجبليه. بسبب الالتواءات والانكسارات. حلو قوي. امال السهول الفيضيه ودلتا والانهار. سبب التعرية المائية. الله الله الله. امال الكثبان الرمليه والمنخفضات. سبب التعرية الهوائية. حلو قوي. امال يعني ايه لا نشعر؟ ليه يا انتوني ما بنشعرش بحركه الارض اثناء دورانها؟ بسبب وجود جاذبية وسبب سرعتها وانتظام سرعة دورانها. تمام قوي. ما هي الزلزال اللي بيحصل يا اما هزه في القشره الارضيه، يا اما الارض حصل لها ايه؟ اتهزت سنه صغيره زياده او اقل. طب بما تفسر نشأة السدوم. نتيجة لانفجار النجوم. بما تفسر تختلف النجوم في ألوانها. حسب درجة حرارتها. فالأحمر يكون أكثر حرارة من الأزرق. ما تنسوش يا ولاد قبل ما نجيب الصفحة اللي جاية، لو ما عملتوش اشتراك انزلوا اعملوا اشتراك من العلامة الحمراء اللي هي اشتراك أو سبسكرايب اللي جنب اسم القناة. هتلاقوا علامة الجرس، فعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل مراجعة بنعملها. وطبعا لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه اعملوا لايك اوكي، واكتبوا لي كومنت زي ما احنا متعودين انتم منين هي محافظة. يلا نخش على الورقة اللي بعدها. بصوا يا ولاد كده هنبتدي نعمل نوع اسئله تاني. ماذا يحدث لو النتائج المترتبه على، فهنخليها في جزء تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وافتحوا الديسكريبشن تحت هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو التاني. يلا باي باي.